غادي نشارك معكم مملحه سهله بعجينه ديال الطاكوس. كندير في هاد ليمون ديال لي كاب كيك. كناخذ الورقه ديال الطاكوس وكناخذ واحد القطعه دائريه اللي كتكون كبر من هكذا، كبيره على هاد الليمون هكا. كنقطع بها على هاد الشكل، كنقطع دوائر. غادي نقطع الدوائر ونرجع معكم. هنايا بعد ما قطعت الدوائر كناخذ المول ديال الكاب كيك وكناخذ واحد الكاس. كناخذ واحد الكاس هكذا اللي كيكون صغير. كنوضع هكذا العجينه او الدائره ديال الخبز الطاكوس وكنضغط بحال هذا الشكل باش كتعطيني هذا الشكل هكذا. حاولوا توضعوها في الوسط باش كيجيو الجناب مقادين. هي بالنسبه للحشوه درت بصله شحرتها، ضفت ليها الكفته ديال لاداند والفلفله، درت الحمراء والخضراء صافي، والعطريه درت الملحه، البزار، الخرقوم، شويه سكينجبير وشويه ديال القزبر الجاف والتحميره، ودرت شويه ديال العطريه ديال الشاورما كتعطي مذاق زوين، وضفت شويه صلصه الصوبجه والموطارد حتى هو غير واحد شويه صافي. حتى كيتشحر كلشي مزيان. ودرت الزيتون، ضفت الزيتون هكذا المقطع وجوج معالق كبار ديال الجبن اللي بمذاق الزعتر والثومه صافي. تقدروا تضيفوا اي نوع ديال الاجبان عندكم، ولا الفرماج الاحمر تضيفوه حتى هو كيجي زوين. صافي الحشوه ديالنا كناخذ الحشوه ديالي كنعمر بها هاد القوالب. هنا باقي لي القليل من الحشوه، غادي نطيب هادو عاد نعاود ندير كميه اخرى. كنضيف لهم الفرماج الاحمر محكوك، عاد كندخلهم للفران كيتحمروا واحد شويه وكيذوب عليهم الفرماج صافي كنحيدهم. كنضيف لهم الفرماج احمر محكوك هكا كتزيين وفي نفس الوقت كيعطي مذاق صافي. وكندخلهم للفران كيتحمروا واحد شويه وكيذوب عليهم الفرماج صافي وكنخرجهم. صافي هنا كملت الكميه اللي بقات لي ديال الحشوه. كيجيو على هذا الشكل هما بعد ما تحمروا.
كيوجدوا بسرعه وساهلين. كيجيو على هذا الشكل، هما بعد ما تحمروا كيوجدوا بسرعه وساهلين.